تعالوا النهاردة نعمل أجمل طبق كشري بيتي بكل تريكاته وكل تفاصيله، هتعملوه أحلى من بره كمان. يلا نشوف الطريقة مع بعض. أول حاجة هبدأ بيها وهي هسلق الحمص والعدس. الحمص ده كنت نقعاه قبلها بليلة كاملة، والصبح غسلته وحطيته في مية وعلى البوتاجاز زي كده، والعدس كمان غسلته وحطيته على طول على البوتاجاز من غير نقع. هسيبهم بقى على البوتاجاز وابدأ أعمل البصل. حطيت حلة على النار فيها زيت، هبدأ أقطع البصل حلقات رفيعة بالشكل دوت، واحط عليه معلقة دقيق، رشة ملح، رشة فلفل اسود، وهبدأ ان انا اعمله بايديا، اوزع الدقيق والملح والفلفل الاسود عليه كله، اغلف البصل كله بالشكل ده. وهنا الزيت سخنة، هنزل بالبصل على طول على الزيت يتحمر معايا، هيديني لون حلو قوي وكمان مقرمش. هنطلعه على مصفى يصفي الزيت وكمان يحتفظ بالقرمشة بتاعته.